ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا قماش، كملي الفيديو للآخر تمام؟ علشان اللي هتيجي تسألني على حاجة على الواتساب انا مش هجاوب عليها. كملي الفيديو علشان لو محتاجة قماش من ده، شوف انا هقولك ايه. اولا القماش دوت للناس الخياطين اللي كلموني وقالوا لي احنا عايزين نبدأ مشروع الكفرات، تمام؟ اللي حابة تعمل كراسي سفرة، اللي حابة تعمل طقم انتريه، بياضات، اي حاجة من دي، تمام؟ معانا القماش ده، التشكيلة دي انا هوريها لكم دلوقتي. هتدخل تكلمني على الواتساب، هتسيب لي اسمها الثلاثي ورقم تليفونها والمكان اللي هي منه، المركز بالمحافظة، وتطلب القماش اللي هي عايزاه. بصوا الالوان اللي معانا اهيت. اهم حاجه ما حدش يدخل يقول لي انت عندك اللون كذا، طب عندك الرسمه كذا. يا جماعه الالوان اها، الالوان موجوده. الكشمير 5 الوان للكشمير، لا 6 الوان، 6 درجات ب6 رسمات. معاكم الكشمير اللي فوق وده، والفراشه، تمام؟ والكافيه ادي درجه 2 3 4، تمام؟ الرصاصي درجة 2 3، تمام؟ الناس اللي هي لسه مبتدئة وحابة ان هي تتعلم في الكفرات دي، اتواب درجة اولى، تمام؟ كلموني، اللي محتاج اي حاجة يكلمني على رقمي على الواتساب، يبعتلي على الواتساب 010 19 16 82 30. اللي حابة تعمل منه بياضات، اللي حابة تعمل منه بياضات ازاي، اللي هي تعملها بياضة بأستك داير ما يدور، اللي هي تخليها اللهم صل على سيدنا محمد، تعمل لها أستك داير ما يدور وتلبسها للشلتة. يعني اللي هي حابة تعمل كفرات للشلت، وتقص على قد الشلت وتروح مركبة الأستك داير ما يدور. هنبقى نعمله مع بعض مرة، ماشي؟ واللي محتاج يتعلم اي حاجة او يعرف اي حاجة من ناحية الكفرات، يبعت لي، يسيب لي كومنت ويبعت لي اي حاجة، وانا هعمل لها فيديو بيها. يعني اللي محتاج يتعلم اي حاجة او في اي حاجة ناقصاه، يبعت لي رسالة او يسيب لي تعليق، وانا هعمل لكم فيديو بيه ان شاء الله. بالنسبة لبواقي القماش والقصاقيس، الحمد لله اتوفرت، هنوزنها مع بعض و... وهنعملها مع بعض بإذن الله، تمام؟ انا ابتديت ان انا اخلي القصاقيس الرصاصي لوحده، كل لون مع بعضه. يعني بقيت اخلي الالوان دلوقتي كل لون مع بعضه، ما بخليش الالوان كلها مع بعضها. دي نقطة. بالنسبة لبواقي القماش يا جماعة، هو الكيلو ب70، تمام؟ اللي داخل بقى يكلمني على الواتساب، بتسيب لي اسمها ثلاثي ورقم التليفون اللهم صل على سيدنا محمد. بتسيب لي اسمها ثلاثي ورقم التليفون بتاعها، يكون رقم اضافي يعني مع رقم الواتس، والمكان اللي هي منه المركز بالمحافظة. انا ما ردتش عليها، بس انا خلاص حجزت لها، فهتلاقيني جبت لها كلمة تم الشحن. اول ما اكتب لها كلمة تم الشحن، الحاجة بتاعتها هتتشحن. هتقول لي انا ما بعتلكيش عربون. مش لازم تبعتي لي عربون، كده كده انت داخلة علشان خاطر تشتغلي. يعني انت عايزة تشتغلي، يعني انت لما الحاجة هتجيلك هتستلميها. في فرق بين اللي بيطلب اوردرات للكفرات، ان انا هقصله من القماش بتاع الاتواب وافصل له انتريه، تمام؟ ده لازم اخد منه عربون، لان انا بقصلك من الكفر، فما ينفعش يجيلك الكفر وترديه وتقولي لا انا مش هستلمه، لاي سبب بقى ايا كان ايه هو. فانت دلوقتي بتطلبي معايا اوردر عشان حابه انك انت تشتغلي. الحاجه بتطلبيها، بتكتبي لي المكان اللي انت منه، وبتكتبي لي الحاجه اللي انت عايزاها. بالنسبه للسوست، المتر ب7 جنيه، المتر عليه جرار، تمام؟ ايه تاني؟ بالنسبة للمقصات، المقصات خلصت، بس ان شاء الله هجيب لكم مقصات سعرها اقل. وبالنسبة للقماش، هي هتبقى كويسة القص القماش راق او راقين. انا كلامي واضح، وانا الحمد لله والفضل لله واضحة في اي حاجة بعملها وفي اي حاجة بقولها. ولما بقول ان انا حابة اساعد، ببقى فعلا ربنا اللي يعلم، وحابة اساعد، ويا رب يديني ويديكوا على قد نيتنا يا رب. فاللي يبقى داخل يطلب حاجه يبقى عارف هو عايز ايه. مفيش واحده تبعت لي تقول لي مثلا ايه، انا حباكي تساعديني، طب تمام قولي لي انا اساعدك بايه وانا هرد عليكي. يعني كلميني على طول، فهماني؟
اللي داخله تقول لي مثلا انا مش معايا ان انا، خدي شغلي، صور شغلي اعرضيها عندك وجمعي اوردرات وبعدين اطلبيها. فاهماني؟ مفيش ليكي حجه علشان خاطر انك انت تبقي عايزه تشتغلي وما تشتغليش. ما تستلفيش من حد. اعملي جمعيه ب100 جنيه وتقبضيها 1000 جنيه. في واحده بتقول لي يعني ايه فلوس المواسم؟ فلوس المواسم اللي هي الزيارات بتاعت الاهل. لما اهلك بيكونوا جايبين لك زياره، ويجوا مثلا بدل ما يجيبوا لك زياره بيدوكي فلوس في ايديكي، فانا بقول لك جمعي فلوس المواسم بتاعتك واشتغلي. اقصد من كده ايه، ولا المغزى من ورا كلامي، انك انت ما تمديش ايدك لحد، ما تستلفيش لحد من حد حاجه. خليكي دايما تعتمدي على نفسك. ابدأي بحاجه بسيطه. خدي كام وش خداديه، على كام مفرش ترابيزه، على كام ايه تاني، اي حاجه ممكن من اللي انا عرضتها. انا مفيش حاجه جاهزه في ذهني دلوقتي ان انا اقول لك عليه. خدي اي حاجه من دي وابدأي بيها. مش لازما يعني انك انتي تبدأي بمبلغ كبير. خدي حاجات واعرضيها على الحالة عندك بتاعة الواتس، اعرضيها على الحالة بتاعة الفيسبوك. مش هتخسري حاجة، بالعكس. اشغلي نفسك، كده كده انت قاعدة على النت. وفري من مصروف البيت. مفيش مصروف بيت، حاولي اسعي. ده اللي انا اقدر اقوله لك. اللي قدامك الحمد لله والفضل لله. انا اشتغلت ب3 متر قماش. عايزه اقول لك ان كنت بتحايل على 2 عندي في البلد كانوا طالبين مني كفر، وقلت انا هجرب فيهم. بقيت اتحايل عليهم اقسم بالله، لدرجه ان انا قلت لهم مش هتدفعوا فلوس، انا هعمل لكم الحاجه ومش هتدفعوا فلوسها الا لما تشوفوها وتعجبكم. قالوا لي لا. طيب انتوا لا ليه يا جماعه؟ قالوا لا، لا تبوظ منك. طب ماشي، ما باظت بتاعتي. قالوا لي لا، حفزوني ان اشتغل وابقى حاجه، ويجولي ويقولوا لي اعملي لنا، واقول لهم لا. والله العظيم حصل قسما بالله. حفزوني وخلوني بقيت دلوقتي في مكانه غير اللي انا كنت فيها خالص. بقيت اتحايل عليهم علشان خاطر اعمل لهم الكفر، ما كانوش راضيين. فانتي ما تستسلميش وما تقعديش. اشتغلي، اشتغلي من بيتك، اي حاجة اي حاجة. يعني بصي، ما تهينيش نفسك علشان خاطر الجنيه. اوعي هتهيني نفسك وتذلي نفسك عشان الجنيه، ربنا مش هيبارك لك فيه. لان ربنا عززك وكرمك، فانتي ما تذليهاش وما تهينيهاش. هتتسئلي عليها يوم القيامة. هتتسئلي عليها يوم القيامة. فالحمد لله والفضل لله. انا مش هقعد اقول لكم، انا مريت بحاجات كتير قوي. والله العظيم 3. يعني اللي بيسمع بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. فانت لما تحكي لي انك انت ما معكيش، وان انت ما تعرفيش اللي قدامك دي مرت بايه. انا اوقات كانت بتمر عليا ايام ما بوديش عيالي المدرسه عشان مش معايا اجيب لهم سندوتش ياخدوه هما ماشيين. وانا مش مكسوفه ان انا بقول كده. الحمد لله ان انا ما مدتش ايدي لحد، ما دنتش نفسي لحد. الحمد لله. تكفي ان دلوقتي لو عيل من عيالي طلب اي حاجه، الحمد لله والفضل لله بتيجي. انا نفسي راحت لحاجه، الحمد لله بجيبها. مش معنى ان انا بقيت شغاله ان انا بقيت صاحبه مصانع، ان الناس تفتكر بقى اميره دي صاحبه مصانع واميره دي واميره دي، لا. الحمد لله فضل ونعمه. انا بقيت مرضيه يا رب. يعني بقيت مرضيه بالقليل علشان ترزقني بالاكتر باذن الله. فانتي ارضي. اهم حاجه ترضي. ترضي وتتقي الله وتقربي من ربنا. قبل اي حاجه قربي من ربنا. هتلاقي ربنا مبارك لك في كل حاجه بتعمليها. الرضا والقرب من الله. اقسم بالله ما هتلاقي حد بيطبطب عليكي ولا بيمن عليكي ولا بيقف جنبك قد ربنا. فانت قربي من ربنا واستعيني بالله واشتغلي. هتلاقي ابواب كتير اتفتحت لك. انا لما اشتغلت في الاول اشتغلت خياطه بتاعت ملابس. اقسم بالله احبطوني جدا. بس انا ما كنتش حاسه نفسي فيها خالص. ما كنتش حاسه ان هي مجالي. ليه؟ انا مش حاسه ان انا حباها. ف بس انا حابه الخياطه. يعني انا مش حباها بس حابه الخياطه، مش عارفه اخيط ايه. طب انت مش عارفه تخيطي ملابس، او انت مش حابه انك انت تخيطي ملابس؟ طب ما انت حابه الخياطه. فجربت نفسي بقى، اشتغلت بياضات. يعني انت ممكن تجيبي قماشه 2 3 متر. بصوا، قماشه 2 3 متر بتقسميها 2 وتركبي لها الجوبير وتعمليها بياضات وتبيعها بالمتر. ربنا هيرزقك. والله العظيم لو شغلت ده
في انك انت تشتغلي وفي الحاجات دي، مش شرط تاخدي مني الحاجة. لا تفتكري ان انا بقولك كده عشان تاخدي مني الحاجة، لا مش شرط تاخدي مني. لو في سوق عندك في البلد اللي انت فيها، انزلي السوق، اكيد في السوق ده بيبيعوا قماش وبيبيعوا حاجات، انزلي جيبي منه. انا ما بقولكيش انك انت تاخدي مني، فاهماني؟ بس انا بحاول على قد ما اقدر بوفر لك حاجة كويسة، وحاجة مش بفلوس انك انت تشتغلي بيها وتطلعي منها حاجات بفلوس. فانت استعيني بالله، واللي محتاج اي حاجة يكلمني، اللي محتاج يتعلم حاجة يعرفني. في ناس كلمتني وقالت لي احنا عايزينك تعملي لنا كفرات المراوح من تاني فيديو، فانا ان شاء الله هعمل الموضوع ده. وبجهز باذن الله حاجة ترابيزة او حاجة كبيرة نقص فيها بيها سوا، يعني نقص عليها سوا، وهنقعد نقفل على المكنة ان شاء الله. واستنوا ان شاء الله ان شاء الله ناويالكم على حاجات جميلة قوي. اللي ما عندهاش مكنة خياطة هتاخد مني شغل باذن الله باسعار مش هتلاقيها بره، باذن الله هتاخد مني شغل وتعرضه، اقسم بالله هتلاقيه اقل من السوق. يعني انا جيت اجيب من المصنع لقيت السعر عالي، طب انا هديه للزبون ازاي؟ علشان مشال العربيه وعشان اليوم اللي انا بتاخر بيه، فانا هديه للزبون ازاي؟ فقلت فكرت وقلت ان انا ان شاء الله باذن الله نويت والنيه لله ان انا اعمل الشغل ده وهطلعه بسعر اقل، وهتبقى مفاجاه للكل باذن الله. ادعوا لي دعوه حلوه من قبلكم من قلبكم لو انتوا وصلتوا لحد هنا بالفيديو. وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة وتسيبي لي كومنت حلو وبالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسونيش تاني بدعوة من قلبكم. معاكم أميرة مكي، اللي عايز يتحابب يتواصل معايا لأي سبب أنا تحت أمره. التليفون بتاعي على الواتساب، لو ما ردتش على حد بيبقى غصب عني، بقول واتساب علشان وقت ما افضى بمسك التليفون وبرد على الرسايل كلها والله. تمام. ولو الفيديو بتاعي الست ام محمود بتسمعه، عايزه اقولك ان انت ست زي العسل، وربنا يديك الصحه يا رب، ويخلي لك مرات ابنك، ويخلي لك ابنك، ويخلي لك بنوتك يا رب اللي بتجيلك. دي ست اسمها ست ام محمود كلمتني، ست مسنه، ربنا يديها الصحه يا رب. لقيتها بتكلمني بالليل، قعدت تدعيلي، وكانت اللي هي يعني بتكلمني محبه. دي عندي بالدنيا والله العظيم، دي عندي بالدنيا ان انا اكون راكبه مواصله والاقي رساله او كومنت جايلي على قناه اليوتيوب، حد بيدعيلي وبيقول لي ربنا يكبر خاطرك زي ما انت ما بتكبري بخاطرنا، ويجازيكي خير ويبارك لك في اولادك. يعني اللي جه في دماغي لو انا المواصله دي جرالي حاجه لا قدر الله وانا ماشيه في طريقي، تكفي ان في دعوه زي دي انت بتكتبيها لي وانا في قبري، يعني دي ممكن تشفع لي يوم القيامه. فانا مش عايزه اي حاجه مني غير انك انت تدعي لي دعوه حلوه، وتعلقي بتعليق الصلاه على النبي، انك تصلي على النبي في التعليق. واي حد تاني محتاج اي حاجه انا تحت امره. واستأذنكم واسيبكم في حفظ الله ورعايته، واستودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.